السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضامنا مع اخواني الملثم من جدة والملثم من المدينة والرياض، وانا اخوكم من حايل، وهالحايل كلها معكم، وقسم بالله لن نسكت عن حقوقنا بعد اليوم. قسم بالله يا محمد بن سلمان ما راح يسكتون الشباب، وهذه رسالة لشباب المدينة وحايل وجدة وكل المحافظات والمدن. قسم بالله ما نترك لك يا محمد بن سلمان، ورسالة للشباب الواعي يطلع ويتكلم في حقوقه. ما جبنا ترك آل الشيخ يسوي لنا مراقص وخمر، وش اسوي فيها وانا جوعان؟ وش اسوي فيها انا والنسوان تتراقص قدامي والجوع؟ طيب يا اخوي اتركونا نبيع شاهي كل يوم وثاني، ومرسل علي موظف البلديه ملاحقني من مكان لمكان. يا اخي قسم بالله ما عادنا، انا عندي جيراني ياكل من الزباله. يا اخي ما عاد فينا نتحمل يا محمد. يا اخي ما نبغاك يا محمد، ابعد عن الشعب يا اخي. انت الرؤيه حقتك هذه اللي ما شفنا منها غير القهر والدعر والفساد يا محمد. وهالحايل معكم يا الملثمين، ولا تخافون تكلموا، والله ما يسوي شيء، وما نبغاك ولا نبغى عائله ال سعود. خلاص اجرمتوا بحق الشعب واجرمتوا في حقوقنا، خلاص يا اخي زهقنا، ما عاد نتحمل الجوع والفقر والنكد. حسبنا الله ونعم الفقر، والله ما نتركينك يا محمد. الشعب لا يثور عليك يا اخوي، فك عنا خلاص ما نبيك. الله يرحمك يا الملك عبد الله، بس هذا اللي نقوله. الله يرحم الملك عبد الله بس. اخوي من جابك علينا انت، من جابك علينا. بارك الله فيكم يا الملثمين اللي من نجران وحايل والرياض وغيرهم، ولكم مني عهد ووعد اني غدا بعد صلاة الجمعة سوف اخرج انا ومعي بعض اصحابي، سوف نطالب بحقوقنا المدنية المسلوبة التي سلبها محمد بن سلمان، وسوف افتح بث فيديو على حسابي في التيك توك بعد الصلاة بشرط ان يخرج ملثمين جدد، وصدقوني 10 ملثمين زيادة، وسوف نسترد حقوقنا كاملة، وسوف يخضع الظالم. وصدقوني ليس عليكم خطر، ليس عليكم خطر، ليس عليكم خطر. ولمن كذبني وقال عني اني من خارج السعودية، انظر أين ملثمكم يا أهل الأحساء والقطيف والدمام؟ أين ملثمكم يا قبيلة شمر يا الطنايا يا المطران يا حمران النواظر يا عنزة يا بني وايل يا حرب يا حربة الدول يا عتيبة الهيلة يا باقي القبائل العربية، ولا تقصير في حقكم يا أهل الغربية يا أهل الجنوب وباقي المناطق. يا أين ملثمكم الذي يبادر ويكسر ويزيل الخوف الوهمي؟ اخرج وامسحوا العار نصرا لله ثم لأنفسكم، ولا خير فيكم والله إن لم تتحركوا وتقبلوا المهانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضامنا مع ملثم نجران وملثم حايل وملثم الرياض، أضم صوتي مع الشباب الأحرار من منطقة الرياض، ووجه رسالتي لمحمد بن سلمان بأن سقوطك بإذن الله تعالى سيكون على يد أبناء بلدك، ونحن بإذن الله تعالى سنعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، وستكون البوصلة هي إسقاطك وإسقاطك ثم إسقاطك. والله لنخرجنكم من بلاد الحرمين الشريفين يا آل سلول، ولن نسكت على جرائمكم وخيانتكم للإسلام والمسلمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الظهور بما يثبت بإذن الله تعالى فيه فؤادكم، ونجدد الترحاب بالأحرار ولا عزاء للمنبطحين، وتؤكد حركة الملثمين الأحرار بوفاة الملك سلمان، وذلك عن معلومات نعلمها كأبناء للداخل، وهذا لا يشكل أي انحراف عن البوصلة. نؤكد لكم هذه المعلومة والتي لا تشكل أي تغيير عن مسار الخروج، بأن هذه البلاد يدير شؤونها مفسد فيها. نحن كشهداء لله في الأرض أن نقيم الحجة عليكم قبل النزاع، ونؤكد ونبين بأن هذا الخروج لا نود فيه التحاما ولا نود فيه أي صدام، ولكن إن احتجنا فيه لذلك فنحن لسنا مكتوفي الأيدي، بل نحن أدرى بالمصلحة الشرعية والمصلحة العامة، وهذا في سبيل التذكير. نحن لا نود الصدام ولا نود إراقة الدماء، ولكن إن أجبرنا على ذلك فنحن سندافع عن أنفسنا